ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم مكرونه بالبشاميل. تعالوا بقى اوريكم ازاي هعملها. النهارده بقى هنعمل اسهل واحلى مكرونه بشاميل. انا كان عندي سلقت هنا كيس مكرونه، وعندي هنا لحمه عصقتها. جبت بصلايه وبشرتها مع ربع كيلو لحمه او اقل كمان، وحطيت عليها زيتون وفلفل. وهنا هعمل البشاميل. تعالوا معايا بقى اوريكم ازاي تعملوا البشاميل. هنا بقى هعمل البشاميل. حطيت شويه زيت وحطيت حته سمنه، واحط عليها بقى الدقيق. كده حطيت سمنه وزيت ودقيق. تمام. هرفعها بقى على النار. طبعا في ناس كتيره ما بتعرفش تعمل البشاميل مع انه سهل جدا يعني. في ناس تقولي لا انا هشتري الظرف اللي هو بتاع البشاميل ده، طبعا مش حلو. احنا حطينا هنا دقيق وزيت وسمنه، ونقعد ندورهم بقى كده لحد ما يبقوا كريمي معانا. وانا بعمل المكرونه البشاميل بقى بعمل كل حاجه على عيني. يعني بعمل هنا البشاميل، بعمل هنا اللحمه. انا بقى بحب اضرب قطعتين كده في الخلاط واقوم ضايفاهم للحمه، بيخلي طعمها حلو جدا. تمام. واسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض كده عشان اللحمه يبقى لونها احمر وجميل. هنا البشاميل لسه مخلصش. هنا بقى البشاميل بدأ ياخد معايا اللون الذهبي الجميل ده، واللحمه هنا بدأت تتسبك. وطبعا انا هنا سلقه المكرونه ومحضره نص كيلو لبن للبشاميل. انا هعمل صينيه صغيره النهارده، هعمل كيس مكرونه بس. وافضل اقلب بقى في البشاميل لحد ما احصل على القوام اللي انا عايزاه، وبعد كده بضيف له اللبن طبعا. بعد كده بضيف نص كيلو لبن عليه ملح وفلفل. انا مجهزه علشان ما انساش احط الملح والفلفل، في ناس بتنسى تحطه. وافضل بقى اقلب كده في البشاميل لحد ما احصل على قوام متماسك. طبعا لسه احنا ما وصلناش للي احنا عايزينه لسه. يبقى احنا عملنا البشاميل شويه دقيق بتاع 4 معالق دقيق، و3 معالق سمنه ومعلقه زيت، واقلبهم مع بعض لحد ما يبقى لونهم ذهبي. واقوم حاطه عليهم نص كيلو لبن. وافضل اقلب فيه. طبعا القوام هنا طلع تقيل جدا، فهضطر ان انا ازود له شويه ميه او لبن. حصلت هنا على القوام اللي انا عايزاه، بقت كريمي خالص البشاميل، بقى كريمي. فهقوم كسره بيضه وحطها عليه. وهضربها تاني. طبعا انا بحط بيضه في البشاميل، وبحط بيضه على الوش بتاع المكرونه علشان يبقى لونها جميل وتتحمر كويس. زي ما انتوا شايفين البشاميل بقى جاهز جدا معانا اهو. بصوا البشاميل قوامه بقى عامل ازاي. واللحمه هنا قربت خلاص تتعصر، مش تشرب بس شويه الصلصه دي، ونبدا نرص صينيه المكرونه. بصوا يا بنات، كده عندنا مكرونه مسلوقه، عندنا بشاميل، عندنا اللحمه المتعصجه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل المكرونه نقفلها ازاي؟ باخد شويه بشاميل واقوم حطها على المكرونه كده علشان اقلبها. تمام. بقلب البشاميل في المكرونه. دي اول خطوه ومهمه جدا. ما ينفعش ارص المكرونه من غير ما احط لها شويه بشاميل علشان تبقى الجوسي كده معانا وتبقى جميله. انا بحب المكرونه الجوسي، بتبقى مليانه بشاميل وصلصه اللحمه كده تبقى نازله عليها، فبتبقى حاجه جميله قوي، بتبقى طعمها رائع. تمام. احنا كده زي ما احنا شايفين
قلبنا 3 معالق بشاميل اللي احنا لسه عاملينه في كيس المكرونه. تمام. هبتدي بقى ان انا اعمل ايه، هجيب صينيه كده متوسطه، انا طبعا بعمل كيس بس، عامله كيس مكرونه بس، وافضي شويه مكرونه في الصينيه. تمام. تقريبا نص المكرونه كده. تمام كده. بعد ما حطيت نص كيس المكرونه تقريبا، بعمل ايه، بقوم بقى جايبه اللحمه اللي خلاص بقت جاهزه. طبعا انا مقطعه لها زيتون وفلفل وعصر عليها طماطم، فبقت ايه يعني، بقت عايزه تتاكل كده من قبل ما احطها في المكرونه. بوزع بقى اللحمه في صينيه المكرونه. طبعا انا ممكن اعمل مكرونه بشاميل بكذا حاجه، ممكن اعملها نجريسكو بالفراخ، ممكن اعمل لازانيا. طبعا اللازانيا برضو هبقى اعمل لها فيديو عشان برضو في ناس ما بتعرفش تعملها. تمام كده. حطيت اللحمه في نص صينيه المكرونه، اقوم بقى حاطه ايه النص التاني بتاع كيس المكرونه، واحاول اوزعه بحيث ان اللحمه كلها تبقى متغطيه. طبعا انا بحب اعمل صينيه المكرونه البشاميل دي، بشوفها اسهل من المكرونه اللي بالصلصه. بحط كل حاجه على عين، بحط حله المكرونه تتسلق، سلق المكرونه على عين، اللحمه على عين، البشاميل على عين، تخلص معايا في مفيش مسافه ما بخش المطبخ بخرج، ما بتاخدش وقت خالص. كده انا رصيت المكرونه بالشكل ده. بعد كده بقى بحط كميه البشاميل اللي اتبقت على وش المكرونه. شايفين البشاميل قوامه عامل ازاي؟ وبقى البشاميل